انت ما شاء الله لا قوة الا بالله عملت حاجة انا شخصيا كنت فاكرها صعبة، ان انت حافظت على الايدنتيتي بتاعتك بفضل الله، وفي نفس الوقت ما خسرتش الناس اللي ضد الايدنتيتي دي. كل الناس اللي المفروض ان هم مش بيحبوا الايدنتيتي بتاعتنا وهيقروا المصري اليوم وهيشوفوا واحد سمته مسلم ملتزم طموح وناجح وشركة مصرية 100% واول فلوجر مصري، وفكر وعرض فكرته بطريقة لا تختلف مع قيم المجتمع الإسلامي. بصراحة حازم ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنت نجحت الحمد لله. تقريبا عمري في حياتي ما اشتريت جرايد. يلا يا باشا، يلا اتفضل اتفضل اتفضل. في جرايد او في حد بتاع جرايد؟ بي اور بي. بص اليوم فيه ولا ايه؟ بس انت شوية نطر حلوين الصبح صح؟ طبعا 2 جنيه. السلام عليكم، انتي بتسجلي ولا ايه؟ تمام، وانا كمان. هو ده هيبقى اونلاين ولا في الجريدة ولا في ايه بالظبط؟ ستوبروك بدأتها انا وتلاتة صحابي واحنا في الكلية، فجينا لقينا ان مفيش براندز اصلا بتعبر عننا احنا يعني وعن ثقافتنا وفكرنا والقيم بتاعتنا. بتشتغل في حاجة؟ لا انا هي ستوبروك بس. فكرة أهلك يعني اقتنعوا ازاي فكرة إن أنت تجيب الهندسة وتبدأ مع مشروع مش عارف ده هل هينجح هيفشل؟ هو طبعا لحد ما بدأوا يشوفوا ان في مكسب طالع من الشركة بدأوا يستوعبوا ان في ده بيزنس ناجح، ولما بدأوا يشوفوا الامباكت بتاع الفاليو بتاعت القيمة نفسها بتاعت الشركة على الناس بدأوا يحسوا ان في رسالة اكبر ما كنتش هعرف احققها غير بالايه، غير بالطريقة دي. إنما إيه بيوتي تعرفي الكلمة دي معاك وحطيتها على اللابتوب كويس. احنا كناس بدقون يعني الناس بتبص لنا على ان احنا ناس غريبة وناس ويرد والين. هي الين اصلا ككلمة معناها غريب يعني، فانا حبيت اكد المعنى ده اللي هو ايه، احنا aliens with beards، واعرضها بشكل يعني بشكل جذاب بشكل كول كده، بحيث ان انت كمان مش تستغرب الموضوع، تحب كمان تكون جزء منه. يعني الفلوج كانت عندي فكرة وهو هدف حياتي عموما كده، يعني ان انا ازاي اعرض شخص ناجح ومجتهد وبيحاول يحقق حاجه في حياته متحضر وعنده فكر، واصدر الفكره دي والباك جراوند او الخلفيه بتاعه الموضوع يكون ان هو مسلم وبيحاول ايه يرضي ربنا. فانا دايما كنت بحاول الاقي صيغه للموضوع ده. انا بتابع يوتيوب كتير جدا، فلقيت يوتيوبر امريكي بيعمل ديلي فلوج، فانا كنت كل ما بتفرج عليه بحس بغيره كده اللي هو انا ممكن اعمل اللي انت بتعمله ده جدا. فرحت مفلتر الكونتنت اللي هو بيعمله، خليته يتأقلم على الفكر بتاعنا احنا او بتاعنا. مستقبلا مش عارف لسه امتى عايز ابتدي اعمل حاجة بالانجليزي علشان الرسالة تبقى عالمية شوية. ممكن اسألك انا سؤال الاول؟ انتي عرفتي ازاي عني وليه قررتي تعملي معايا الانترفيو؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك. انا طلعت في التلفزيون، انت شفتني كنت هايل. طيب بعيدا عن الدراما دي، لان انا يعني مش مبسوط للدرجه دي. انا مبسوط يعني انبساط عادي اللي هو الحمد لله ان ده حصل، عشان مش حاسس ان دي حاجه جت فجأة او صدفه. مش عارف ليه حاسس ان ده كان المفروض يحصل. مش فكره ان انا استاهل خالص، فكره ان اللي بيتعب بيستاهل عموما. يعني انا حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي في اللحظه اللي انت بتحس فيها ان انت خلاص ما عدتش قادر وان الدنيا ما بتجيبش، كل اللي انت بتعمله ده ما بيسمعش خالص، تروح واحده بعتلي مسج تقول لي ايه، انا كذا كذا من المصري اليوم عايز اعمل معاك انترفيو. انا عايز اقول اسمها ساره، اسمها ساره سيف. ليه انا قلت اسمها؟ لان هي قالت لي ان هي بتحاول
تدخل محتوى حلو في الجرايد، بتحاول تنشر مقالات عن ناس بيحاولوا يعملوا حاجة. المقالة دي بمثابة بس شهادة بتقول ان انا اول فلوجر مصري، بس كده. هي دي الحاجة الوحيدة اللي انا عايزها، الجملة دي، اول فلوجر مصري. بس انا كنت عايز اعتراف من حاجة بتتشاف من كل الناس، وطبعا محدش بيشتري الجورنال ده، تريكوجنايز او تلاحظ ان انا اول فلوجر مصري. مش عشان يعني مش عارف اقولها ازاي، مش لمجرد ان انا يعني يتقال عليا ان انا رهيب وفلوجر بقى وانت نمبر 1. مش دي، اقسم بالله العظيم ما دي خالص. الفكره ان انا عايز اقول ان في ناس بتحاول تعمل حاجه كويسه ومجهودها ده بيضيع لان في ناس تانية اشهر او ليها معارف بتقدر وبتتلاحظ عنه او قبله. فكنت عايز اوصل رساله ان محدش يفقد الامل في المعادله دي، ان انت ممكن تعمل حاجه كويسه وممكن تعمل حاجه ليها معنى، ومش لازم تتماشى مع القوانين العامة اللي بتقول ان انت لازم تبقى معانا علشان تبقى جامد ومشهور ومش عارف ايه. لا، انت ممكن تعمل اللي انت عايزه وما تتخلاش عن القيم بتاعتك، وهيجي في يوم حد متابعك وشايفك من بعيد، وهتيجي حاجة صغيرة كده تديله زقة تخليه يستوعب اللي هو ايه، يلا. وده اللي حصل مع البنت دي، ان الفيديو بتاع الفيسبوك اللي انا عملته اللايف خلاها تلاحظ ان ليه لا. فلو بتعمل حاجة استمر عليها، ما تغيرش من مبادئك عشان اي حد وعشان اي حاجة. هما اللي هيجوا لما انت تبقى جامد قوي، ولما انت تبقى محقق حاجة وانت مقتنع بيها وبتحبها جدا وما بتغضبش ربنا سبحانه وتعالى. هما اللي هيجوا، اقسم بالله هما اللي هيجوا. ودلوقتي اقدر اقولها وانا عندي ثقة كبيرة جدا ان هما اللي هيجوا. قبل كده كنت بتمناها، دلوقتي بفضل الله في انديكيشن كده، علامة كده، اثبات، دليل، اللي هو ده، ان انا كل ما اجي اقول ان انا اتخلى عن مبدأ عندي واتكلم بطريقة مختلفة وارضي مش عارف مين وبتاع، علشان بس ايه، نخش في وسطيهم ونعمل ايه وبتاع ونغير من مبادئنا علشان الدعوة تبقى شكلها مختلف ومش عارف ايه. فاكس خالص. اثبت واعمل اللي انت بتحبه، اوعى تتخلى عن اي حاجة، اقسم بالله هما اللي هيجوا. اللي بسطني قوي بقى ان انا كنت بدور على الطريق السهل، انا كنت بدور على اسانسير، حاجه تطلعني بسرعه، حاجه تخليني معروف بسرعه، حاجه تخليني اوصل لاهدافي بسرعه. كان في سلم طويل ومتعب جدا، بس انا ايه، كنت عايز الاسانسير، يلا بقى ما يلا مش عارف ايه. وبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى زقني في اتجاه السلم، وطلعت على السلم وتعبت. ولما وصلت لمرحله ما بدات استوعب ان اللي بيطلع على السلم بيتعب وبيوصل متأخر، بس وهو طالع عضلاته بتزيد، الكارديو بتاعه بيظبط، ولما بيطلع فوق خالص ويوصل للي هو عايزه بيحس ان هو وصل بمجهوده فعلا، ما طلعش في اسانسير من غير اي تعب. اللي بسطني جدا اكتر من ان انا طلعت في البتاعه دي ان الموضوع ده ما حصلش قبل كده، لان هو لو كان حصل قبل كده كنت هبقى عامل زي الناس اللي بتتشهر فجأة بسبب فيديو، بسبب بوست، بسبب اي حاجه هم ما كانوش متوقعين بعديها ان هم يلاقوا كميه الاتنشن دي، فيبتدوا بعد كده يألفوا محتوى وكأن الشهرة سبقتهم، فمحتاجين يعوضوا الفرق ده بهوا. اللي بسطني اكتر واكتر بقى ان الناس اللي بتكلمني مبسوط اكتر مني، ابويا مبسوط اكتر مني، مراتي مبسوط اكتر مني، الشباب صحابي ما بيكلموني مبسوطين جدا، حاسين ان الحوار ده بتاعهم، ان هم اللي عملوا كده. انتوا مبسوطين اكتر مني بكتير، انا عارف ده. وفي واحد كان كاتب كومنت كده بيقول ده نجاح لينا كلنا. سبحان الله، انا فعلا حاسس كده، انا فعلا حاسس ان السبورت بتاع الكوميونتي اللي انا كنت بقول ان هو مش موجود، لا، في سبورت قوي جدا، بس انا كنت متخيل ان هو بيجي بطريقه تانية وشكله مختلف. بس السبورت اللي عندي بفضل الله ان انا اخش على الفيديوز بتاعت اليوتيوب الاقي ان انا عندي ديسلايكس قليله جدا بفضل الله. ده ليه معنى كبير جدا، لان انت وانت بتتفرج على الفيديو ممكن الماوس يجي على علامه الديسلايك غصب عنك من غير ما تاخد بالك، فده معناه ان الناس مركزه، والناس بفضل الله مقدره جدا. وانا مش عايز اكتر من كده، ولا جورنان ولا تلفزيون ولا اي حاجه فارقه معايا، غير ان في الاخر يجي واحد يقول لي انا بحبك وبحب اتفرج على الفلوجز بتاعتك، لان هي بتفرق معايا.
ما تغيرش من مبادئك عشان اي حد وعشان اي حاجة. هما اللي هيجوا. فاكس خالص. اثبت واعمل اللي انت بتحبه، اوعى تتخلى عن اي حاجة، اقسم بالله هما اللي هيجوا.